في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الفرق ما بين الووردبريس دوت كوم والووردبريس دوت اورج. هتقول لي ايه ده، هو في اصلا نسختين؟ احب اقول لك اللي ايوه، في نسختين من الووردبريس، وهنعرف في الفيديو ده انهي نسخة اللي احنا هنستعملها في الكورس. نبدأ بأول نسخة وهي النسخة الدوت اورج. نسخة الووردبريس دوت اورج، وبالمناسبة دي اللي احنا هنستعملها في الكورس. النسخة دي هي نسخة اوبن سورس، يعني ممكن اللي احنا ننزلها ونستخدمها، بس هي بيبقى ليها يعني زي ما تقول ايه عيبين. العيب الاول اللي هي بتحتاج سيلف هوستنج، او اللي احنا لازم نرفعها على استضافة خاصة بينا عشان نستعملها، او نستعملها لوكال في لوكال انفايرمنت، اللي احنا نستعمل مثلا برنامج يخلينا اللي احنا نستعمل نسخة الدوت اورج دي. وفي نفس الوقت نسخة الدوت اورج هي نسخة مش للناس النون تكنيكال، لا هي بتحتاج حد فاهم وحد دارس يعني ايه ووردبريس عشان يعرف اللي هو يهتم بالجوانب بتاعه الووردبريس كلها، زي السكيورتي والاس اي او والشكل العام بتاع الموقع والكلام ده كله. على عكس نسخة الدوت كوم، نسخة الدوت كوم هي ما بتبقاش اوبن سورس. نسخة الدوت كوم بتبقى موجودة على الموقع بتاع ووردبريس دوت كوم، بيبقى فيه خطط مختلفة للنسخة دي. ممكن اللي انت تخش تشتري الخطة المناسبة ليك، وهم بيبقوا مجهزين الاستضافة. والنسخة دي ما بتبقاش للناس التكنيكال قوي، هي بتبقى للناس اللي داخلة بس عايزة تعمل سايت شكله سريع وحلو. يعني ما بتبقاش تكنيكال، بمعنى اللي هو مثلا بيبقى مهتم بالاس اي او، بيبقى مهتم بالسكيورتي، بيبقى مهتم بالاوبتمايزيشن. فبيوفر على الناس اللي مش فاهمة قوي في الجانب بتاع التكنيكال شغل كتير جدا جدا جدا. بس في شوية نقاط مهمة لازم نعرفها عن النسختين، مش نسخة ونسخة. أول حاجة لازم نعرف إن النسخة بتاعت wordpress.org والwordpress.com هما من نفس المطورين بالظبط، يعني الاتنين من نفس الشركة، مفيش فرق غير بس في طريقة الاوبتمايزيشن والبلانز بتاعت ووردبريس دوت كوم، واللي هو بيتيح لك نسخة الاوبن سورس بتاعت الووردبريس دوت اورج. ولازم نفهم حاجة، ان الووردبريس دوت اورج والووردبريس دوت كوم الاتنين من نفس المالك او نفس الشركة المطورة، من نفس المالك اللي هو مات مولنويج، ده مؤسس شركة او الفاوندر بتاع شركة اوتوماتيك. وشركة اوتوماتيك دي هي اللي عاملة الووردبريس بالمناسبة. وتعالوا بقى نعرف شوية مميزات تانية عشان يعني نعرف in details شوية الفرق ما بين الووردبريس دوت كوم والووردبريس دوت اورج. تعالوا هنا نعرف التكلفة بتاعت الووردبريس دوت اورج هو مجاني، يعني هو كنسخة ووردبريس دوت اورج اصلا هو مجاني، بس زي ما اتكلمنا انت بتحتاج اللي انت ترفع النسخة المجانية دي على استضافة بتدفع لها دفع سنوي هي والدومين نيم. على عكس الووردبريس دوت كوم، الووردبريس دوت كوم بيبقى فيه خطة فري وبيبقى فيه بلانز تانية. بس يعني عايز اقول لك ان الخطة الفري من الووردبريس دوت كوم هي مش هتوفر لك اللي في دماغك. يعني ممكن مثلا الدومين فور فري مش هيبقى فور فري ولا حاجة. مثلا الاستضافة هتبقى استضافة بسيطة جدا. اول ما هتبدأ اللي انت تعمل ابجريد هتبدأ تشوف مميزات الووردبريس دوت كوم الحقيقية. هنا الانستليشن والتنزيل زي ما قلنا برضو، انت الووردبريس دوت اورج ممكن اللي انت تخش دلوقتي تنزل النسخة بتاعته في اي وقت، هي نسخة مجانية تماما. بس زي ما قلت انت لازم تسيطر على السكيورتي والباك ابس والمينتنس والاوبتمايزيشن والكلام ده كله بنفسك، عشان كده هي بتحتاج حد تكنيكال. على عكس الووردبريس دوت كوم هم بيقوموا بكل حاجة وبيوفروا هم كل حاجة. الاكسبيرينس نيدد او الخبره المطلوبه، زي ما قلنا الكستمايزيشن او اللي انت تعدل في الووردبريس دوت اورج محتاج حد فاهم في الجوانب التكنيكال، ومحتاج حد دارس كويس الووردبريس وبيعرف يتعامل معاه، وده اللي انا هخليك تعرف تعمله على مدار الكورس ده. على عكس الووردبريس دوت كوم هو بيجنر فريندلي، يعني مش معقد واي حد ممكن يستخدمه بسهوله اكتر، وهو بيوفر لك او زي ما تقول ووردبريس دوت كوم بيشيل عنك كل الحاجات التقيله او الشغل التقيل زي السكيورتي والاس اي او والباك ابس والكلام ده كله. تعالوا هنا نروح للفانكشناليتي، او يعني زي ما نقول ايه الووردبريس دوت اورج والووردبريس دوت كوم هم قد ايه مرنين. طبعا احنا عارفين ان الووردبريس دوت اورج هو مرن اكتر بكتير عشان هو بيوفر لك البلجنز، وانت اصلا بيبقى معاك السورس كود، فبالتالي ممكن اللي انت تضيف اكواد من عندك وتعمل انت اي حاجه وتتحكم في الابديتس وتتحكم في البلجنز هم شغالين ازاي. على عكس الووردبريس دوت كوم، الووردبريس دوت كوم ما بيوفرش ميزه البلجنز في الخطط الاوليه بتاعته، بالعكس هو بيوفرها في خطط برو شويه او خطط مدفوعه اكتر، بيبقى فيها اللي هو بيبدا يفتح لك الميزه بتاعه البلجنز لو انت عايز تسطب بلجنز معينه. بس هو زي ما تقول في الاول
المميزات الbuilt in اللي فيه المختلفة عن الwordpress.org بتوفّر عليك التعب ده، وهو بيوفّر لك أغلب المميزات اللي أنت بتحتاجها من الcustom plugins. نيجي هنا عند الthemes طبعًا إحنا هنعرفها قدّام. الthemes أنت عندك في الwordpress.org يعني بيبقى عندك الrepository بتاعهم، ممكن تختار أي theme أنت عاوزها أو أنت تبني theme custom، على عكس الwordpress.com هو أصلًا أول ما بيبقى فيه سيمات كتيرة جدًا ممكن اللي أنت تختارهم. طبعًا السيمات دي بتبقى موجودة على حسب الplan أو الخطة اللي أنت مختارها، وبيبقى فيها advanced customization options عشان توفّر لك شكل سهل وتعرف تتعامل معاها بسهولة. نيجي عند الSEO. للأسف الwordpress.org بيحتاج اللي أنت تنزّل له plugin SEO أو يعني plugin لتهيئة محركات البحث، وأنت تشتغل على الSEO وتهيئة محركات البحث بنفسك من الصفر، وبرضه ده إحنا هنعرفه في الcourse ده، على عكس الwordpress.com بيبقى فيه SEO يعني built in، أو هُم بيبقوا مضبّطين تهيئة محركات البحث على الموقع على طول، فبالتالي أنت مش بتحتاج أوي اللي أنت تنزّل plugin SEO. بس برضه plugins الSEO الadvanced بتبقى متاحة في خطط تانية في الwordpress.com لو أنت حابب اللي أنت تطوّر من مستوى الSEO بتاع الموقع بتاعك أكتر. وبس كده، ده كل اللي أنا كنت عايزك تعرفه في فيديو النهارده عن الفرق ما بين الwordpress.org والwordpress.com.